بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لسه بنتكلم عن الضيقة وإزاي نحاول نعيش معاها ونخرج من إحساسها الصعب. لسه بنتكلم على المزمور اللي بيقول نور أشرق من الظلمة، فاتكلمنا عن الظلمة وإزاي حدقة العين بتعمل تكيف مع الضلمة، لكن لسه ما اتكلمناش عن النور. الحقيقة اللي يفتح الكتاب المقدس وياخده من أوله لآخره يعرف إن الكتاب المقدس ما ضحكش علينا، واتكلم على ضيقات كتيرة جدا جدا جدا. حتى في سفر الرؤيا بيتكلم على الأسعار، إن يعني إزاي هتبقى غالية جدا جدا والناس مش هتلاقي حتى حفنة الدقيق. ده كل ده ربنا قال، لكن ربنا قال برضو حاجات احنا مش واخدين بالنا منها، إن ولادي أنا هتولاهم. بيقول كده اسألوا الأولين هو أنا إمتى خذلتكم وإمتى سبتكم. وعلشان كده لما كنا بنتكلم على أسباب الضيقة قلنا إن أحد أسباب الضيقة هو إن الإنسان بيطلع المسيح مع المعادلة، فبتبقى المشكلة كبيرة قوي قوي. يقولك إزاي في 5000 واحد ياكلوا ومعناش غير 5 خبزات وسمكتين؟ ازاي ده؟ العقل بيقول مش ممكن. ايوه العقل بيقول مش ممكن، لكن ربنا يقدر من 5 خبزات يأكلنا ويشربنا. الانسان اللي شايف ربنا وبيرمي توكاله عليه الله لا يخذله ابدا. الضيقة اكبر مني واكبر منك واصعب مني واصعب منك، بس انا أشهد أمام الله بضمير صالح إن على مستوى حياتي الشخصية أو على مستوى حياتي الخدمية شفت مشاكل يعجز أي عقل إنه يقدم ليها أي حل، وربنا يتمجد بأمور فوق الوصف ويقول النور أشرق من الظلمة. علشان كده الإنسان المسيحي الحقيقي ما بيتغلبش، عارف إن الظروف صعبة بس عارف ان ربنا موجود، عارف ان المركب ممكن تكون معذبة طول الليل بس عارف كمان ان المسيح هيجي في الهزيع الرابع، عارف ان الدنيا ممكن تكون مش احسن حاجة بس مع المسيح وجوه المسيح وفي المسيح الدنيا هتبقى افضل بكتير قوي من اللي احنا فيه. عاوزين رجولة تحتمل وعاوزين رجاء لا يخيب في شخص مخلصنا المسيح. صباح الخير.